ازاي تخلي البي سي او اللابتوب بتاعك يقفل اوتوماتيك بمجرد ما يخلص المهمه اللي هو كان بيعملها؟ يعني لو مثلا كنت بتعمل داونلود لملف ومستنيه يخلص بس انت عايز تقوم تنام، هل تعمل ايه؟ تفضل قاعد جنبه لحد ما يخلص داونلود؟ اكيد مش حل منطقي. طب هل تسيب الجهاز شغال لحد تاني يوم لحد ما انت تصحى من النوم وتكمل استخدام عليه؟ برضه مش كلام منطقي، لان ده حمل على الموارد وكمان استهلاك كهرباء ملوش داعي. امال الحل ايه؟ الحل بكل بساطه انك قبل ما تقوم من على الجهاز بتاعك انا عايزك تفتح السي ام دي، وفي السي ام دي هتكتب شات داون -اس-تي وبعديها رقم. طب ايه الرقم ده؟ الرقم ده بكل بساطه هو التايمر اللي انت عايز الجهاز يقفل بعديه بس بالثواني. يعني لو انت حابب ان الجهاز يقفل كمان ساعه مثلا، محتاج تحسب الساعه دي كام ثانيه بالظبط، فهنضرب 60 دقيقه في 60 ثانيه لكل دقيقه، هيطلع الناتج عندنا 3600. بمجرد ما هتدوس انتر هيجي لك اشعار تحت ان التايمر بتاعك اشتغل وان الجهاز هتعمله شت داون لما التايمر ده يخلص. طب لو عايزه يقفل بعد ساعتين او بعد 3 او ايا كان، حول عدد الدقائق اللي انت عايزها لثواني واكتبها في الامر ده. طب نفترض انك انت عايز تلغي التايمر ده لاي سبب من الاسباب وتكمل شغل على الجهاز بشكل طبيعي، كل اللي انت هتعمله انك برضه هتفتح السي ام دي تاني وهتكتب فيه شت داون -A، وهيظهر لك برضه اشعار تحت ان خلاص ما عادش فيه تايمر والجهاز مش هيقفل لوحده.